السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله خوتي المغاربة، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جينا نتكلموا على أول سيارة كتصنع في المغرب وباسم مغربي، وكل الأجزاء ديال هاد السيارة من صنع مغربي. هنا قوة ضاربة عبد المجيد كلبون والمسؤولين الجزائريين، شدتهم السعر والرعدة ضربت فيهم من شافوا سيارة مغربية 100%. غادي نخليكم مع التوضيح شنو الأسباب والدوافع اللي كانت كتخلي المغاربة ما يصنعوش أي شيء، وأي مغربي عنده قدرة على الصناعة ديال بعض الأشياء إما كان كيشريوه الدول الأوروبية أو يستغلوه الدول الأجنبية، وكان في المغرب كيتمنع على أي شخص عنده دراية وعنده علم بالصناعة ديال بعض الأشياء، كان إما كيغتالوه من أجل باش ما ينجحش المشروع ديالو، أو يكون في دولة أجنبية تستفد منه الدول الغربية. عنده شي برنامج في الدماغ ديالو عنده علاقة بالتكنولوجيا، كان يتم اصطياده أو اقتناصه أو اغتياله. وفي المرحلة ديال السبعينات والثمانينات كانت سائدة هذه الظاهرة ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. يعني هذه ظاهرة الحصول على التكنولوجيا راه دازت عقود وعقود، راه ما كانتش بالساهل. يعني أنه، والدليل هو أنه راه دول أغنى من المغرب، لا حاليا ولا مثلا قبل 20 و30 و40 سنة، وكان ما يمكن ليهاش تحصل على التكنولوجيا وما عندها الحق تصنع حتى موتور. يعني انه كل شيء تحت الضبط. هادشي علاش كنقولوا غير باش الاخوان والاخوات يقارنوا ما بين مثلا هذا المنتوج المغربي اللي عاد في البدايه ديالو وما بين الامم، شحال ديال التوامر وشحال ديال كذا وما سمحوا ليهاش دير شي حاجه. بخلاف الصين راكم شفتوا لانها خرقت الامور وخرقت الاحتكار وناضت كتخدم صحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم غادي نخصوها لصناعة السيارات اللي دخل ليها المغرب عبر الخبر اللي كان تبت أمس، وهو أنه المغرب اخترع جوج ديال السيارات، أحدها كيعمل بالطاقة المتجددة. وحنا كيف كنعرفوا بأنه في التحليلات ديالنا منذ عدة أشهر كنا فايد نشرنا بأنه تحولات كبيرة قاعدة كتوقع في العالم، وبأنه ذاك العالم اللي كيف كان ترسخ في الدماغ ديالنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هذاك العالم بأنه قطع أشواط بعيدة في التغيير، والتغييرات اللي هي كبيرة. هذه التغييرات هذه كانوا تكلموا عليها في أوائل 2020 ملي كانت بدات كورونا، كانوا تكلموا عليها ناس كبار أمخاخ اللي كانوا العالم يعني بين يديهم وباقي العالم بين يديهم كيحركوا كيف بغاو، وكانوا قالوا بأنه راه العالم ديال ما بعد كورونا ماشي هو العالم ديال ما قبل كورونا، وكانوا قالوا بأنه تغييرات كبيرة غادا توقع في العالم، وتغييرات هيكلية وتغييرات جذرية. هذا الشيء كانوا قالوه في الأوائل، يعني باقي ما كاينه لا حرب أوكرانية روسية ولهم يحزنون، كان باقي الهضرة ما كاينش على الطاقة المتجددة، على الطاقة الكلاسيكية يعني البترول والغاز بأنه ما غاديش يوقع الى غير ذلك. زائد كانوا ذكروها ناس اخرين، منهم المدير ديال منتدى دافوس، نسيت الاسم ديالو، اللي كان قال بانه ابتداء من 2023 غادي العالم غادي يدخل في واحد السرعه قياسيه، وبانه العالم مشى داك الوقت ديال دوله كبيره صحيحه ودوله صغيره
وقال بانه الدول القويه اللي عندها القوه ما بقاش هي اللي غادا تتحكم في الامور. شكون اللي غادي يتحكم دابا؟ الدول اللي هي واكبت السرعه اللي غادي يمشي بها العالم. يعني وكان قال بانه ذاك الزمان ديال الحوت الكبير كي ياكل الحوت الصغير ما بقاش. هكا كان قالها. هادو اللي كانوا قالوها الناس اللي كيخطوا العالم كيفاش كيجري. اذا باختصار غادي ندخلوا صلب الموضوع. شنو هو صلب الموضوع؟ وهو انه الامس ولا اول امس العاهل المغربي كان افتتح او لا بالاحرى كانوا قدموا ليه واحد جوج ديال السيارات مغربيه الصنع، رؤوس اموال مغربيه. وهاد السيارات طبعا القطع الغيار اللي موراها حتى هو، بمعنى انه غادا دار واحد البنيه تحتيه اللي كتمهد لهاد السيارات، وربما يكون واقيلا حوايج اخرين. الخبر تلقاه واحد المجموعه ديال الناس كاين اللي لا مبالاة لان ما عرفوش باش يربطوه. ودائما الاخبار ملي كتكون مثلا محليه الا ما ربطتيهاش بالاطار العام ديالها الجغرافي او لا الا ما خديتيهاش في وسط الكرونولوجيا ديالها ممكن انك ما تفهمش داكشي. كاين اللي خداها بلا مبالاة وكاين اللي شفت الاستهتار للاسف، وشفنا كذلك حتى الاستهزاء. ديك العقليه ديال المغرب اش عنده ما يدير. فالخبر داز هك، ولكن حنا في هذه الحلقه وبكل اختصار غادي نوقفوه في المكان الطبيعي ديالو باش نعطيو للحظه القدر ديالها والحجم ديالها. فدائما ملي كنا كنقولوا بانه المغرب مثلا غادي يكون نقطه ارتكاز وشمال افريقيا وموقع استراتيجي ديالو الى غير ذلك، كانت بزاف ديال العقليات كانت كتستهن، حتى ولينا كنشوفوا الاحداث متسارعه. وداكشي اللي كان كيوقع مثلا في ظرف 3 سنين 4 سنين دابا شفناه ولا كيوقع في ظرف اسبوع او لا جوج، ولات التغييرات مذهله وها كل شيء قدامنا. داكشي اللي كنا كنتوقعوه مثلا شحال هادي وكيبان بانه ربما ما نعرف او لا، ولا دابا كيوقع اكثر منه. يعني ولا الان كيوقع داكشي اللي يعني اكثر من داكشي اللي هو كان نظري. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا. كتعرفوا بانه هنا الاخوان باش يتذكروا معايا والاخوات باش يتذكروا معايا بانه هذا الخبر وهذا التصرف راه ماشي عادي. قبل ما ندخل لكم بعدا كاينات الموضوع اللي هو مهم والفكره اللي هي اساسيه بغيت نقولها لكم في هذه الحلقه. نشير اولا وقبل كل شيء بانه ربما اول مره في تاريخ المغرب الطبقه اللي عندها الفلوس الاثرياء اول مره ربما في تاريخ المغرب انها كتمد يديها الاستثمار في الصناعات، خصوصا صناعه السيارات. صناعة السيارات هي رقم 1 في الاقتصاد العالمي ديال أي دولة. يعني أنه كيف ولفنا حنايا في التاريخ ديالنا وكيف تطبع عندنا في الذهنية ديالنا، المستثمرين المغاربة طبعا ولا الأثرياء ولا اللي عندهم الأغنياء ولا اللي عندهم الفلوس أو إلى غير ذلك، وهذا الشيء راه تولد من عهد الحماية. على كل حال ومن بعد الاستقلال كانت ديك الساعة الخيرات وكانت بزاف ديال الحوايج هذه وتكونت واحد الطبقة. هذيك الطبقة بقات كتاكل وتشرب في المغرب إلى يومنا هذا. ولكن ما يسجل أنه أول مرة في تاريخ المغرب الطبقة اللي عندها الفلوس كتستثمر في قطاع صناعي، بحيث أنه من الأمور اللي هي معروفة بها الطبقة الغنية مش نقولوا رأسمالية كيكون عندها واحد الثقافة معينة، واش نقولوا برجوازية كتكون عندها كذلك ثقافة معينة وأدوار. ولكن في المغرب كان اللي عنده الفلوس كانوا كيتميزوا بواحد الصفة. شنو هي هذه الصفة؟ وهو أنه الأسلوب كيفاش كيمشيو المشاريع ديالهم كيكون أسلوب واخا كيكون في لافاس في الشكل كيكون عصري، ولكن الطريقة ديال تسيير المشاريع كتكون عائلية أو لا كيغلب عليها الطابع العائلي التقليدي، واخا كيكونوا الفلوس والملايير والزواق ومشاريع فيها المجازات وفيها الجاجات. إذا الأول هي هذه. الشيء الثاني وهو أنها كانت كتستثمر في القطاعات سريعة الربح. في الأول كانت الفلاحة، من موراها العقار، شوية ديال الصناعات التحويلية، شوية ديال المسائل الاقتصادية اللي عندها علاقة بالاقتصاد العالمي. هادشي يعني كان خصها الربح يكون سريع ويكون مضمون
ويكون البلاصه ملي غادي ياخذوا والبلاصه اللي يدفعوا مثلا الخدمات ديالهم مضمونه وكل شيء مضمون. كانت عندهم هذه العقليه ديال انها كتستثمر غير في قطاعات كيطيروا حتى كيعياو كيمشيو للخدمات دونك لاسيرونس كذا كذا الى غير ذلك. هذه هي العقليه اللي كانت. زائد انه مثلا الارباح ولا الثروات ملي كتجمع او الى غير ذلك كان يعني المكان ديال الادخار ديالها اللي مغلوبه به هو الخارج. هذه هي العقليه كيف كانت. الان بغض النظر على الشخصيات لان على كل حال كاين هذا، ولكن بغض النظر الان كيمشيو لواحد القطاع اللي هو قطاع اقتصادي الارباح ديالو وهي راه مغامرات تحسب لهؤلاء اللي غيستثمروا في هذا القطاع، لانه اولا بعد كانت الارباح الاغلبيه كيبداو يجنوا الارباح على الاقل من بعد 5 سنين. 5 سنين الاولى او ربما 5 سنين قبل ما يديماريو كيكون يلاه ديال بناء البنيه التحتيه، ثم من بعد عاد كتبدا المرحله ديال التصنيع والانتاج، ثم عاوتاني نضرب واحد 5 سنين الاخرى عاد كتبدا المرحله ديال جمع الارباح. يعني انه على الاقل المشروع المدى ديالو المتوسط كيكون تقريبا واحد 15 سنه، وهذه راها مغامره وهذه راها مجازفه. وحنا بغض النظر يعني بديك الشكليات والعقليات باللي كنشوفوا مثلا هاد المستثمرين ومنتوج وصناعه مغربيه، يستحيل ان الانسان ما يمكنلوش يشجع مثلا هاد المبادرات او الى غير ذلك، ما يمكنش. يعني هذا على الاقل ما غاديش نعطي دروس في المواطنه او هذه، ولكن الدول العظيمه راه كلها بدات بهذه الطريقه هذا باش اقتحمت السوق. اذا هذه المسائل هذه تحسب لهاد الناس.